الو تسمعني؟ عليكم السلام والرحمة. أخونا من أي معتقد؟ انا الحمد لله سني. حياك الله أخونا العزيز. سؤال البث: لماذا الصحابة أولاد الصحابة لم يناصروا الحسين في واقعة كربلاء؟ طب ممكن اسالك سؤال قبل ما اجاوبك؟ لا، جاوبني واسأل براحتك. طيب شو السؤال؟ السؤال: لماذا الصحابة وأبناء الصحابة لم ينصروا الحسين في واقعة كربلاء وقتل عطشانا؟ طب مين حكى لك ما ساعدوا؟ لأن ما موجود أسمائهم أصلا ويا الشهداء، لا عند السنة ولا عند الشيعة. طب ما ليش ما سيدنا علي ما هو بيعلم الغيب، ليش ما نبهوا ساعدوا اعطاه خبر؟ علي ميت، ايش دخل؟ طيب قبل ما يموت. شنو قبل ما يموت؟ يروح قبل ما يساعده؟ يموت يعني شلون يساعده وعنده 4 سنوات؟ لا، ما هو يعطيه خبر، يحكي له مثلا انت بهذا اليوم بهاي السنه بهذا الوقت بهاي البلد بهذا الارض راح يصير فيك هيك وهيك وهيك. زين، احسنت. بس وحده نريد نفصل وحده. اذا علي لو اخبر معناته علي قاعد يخبر على علم الغيب، صحيح؟ حسب معتقدكم انه علي بيعلم الغيب. اي صحيح، قل لي الصحيح. اذا اخبر علي معناته عند الشيعة يعلم علم الغيب بهذه الجزئيه، صحيح؟ صحيح. والذي يقول بهذا القول ان علي يعلم علم الغيب كافر، صحيح؟ حسب اي معتقد، السني ولا الشيعي؟ انتم عندكم لا يعلم علم الغيب فقط الله، صحيح؟ طبعا صحيح. الذي يقول علي واهل البيت يعلمون الغيب كافر، صحيح؟ طبعا كافر. هسه اسمعني الرسول ما بيعلم الغيب. هسه ثبتنا النقاط. كتاب الإمام أحمد بن حنبل بحديث صحيح رقم الحديث 2966: دخل أمير المؤمنين في كتبك علي على رسول الله، قال: ما يبكيك؟ قال: جاءني جبرائيل بحفنة من التراب فعلمت أن الحسين سيقتل في كربلاء. لماذا نبيك يعلم علم الغيب؟ كفر النبي الله. هذا وحي ترى، على فكرة لو هذا الحديث صحيح ترى مو صحيح. ما بأي كتاب؟ في مسند أحمد بن حنبل والحديث صحيح. طيب ما فكرة هذا مو غيب، هذا وحي، في فرق. جميل. إذن حينما يخبر علي بن أبي طالب عن مستقبل منين؟ مو من تلقاء نفسه، تعلمه. خلنا نكمل الفكرة. حينما يخبر علي بن أبي طالب مو من تلقاء نفسه، هو يقول: علمني بذلك رسول الله، ورسول الله أخذها من وحي. إذن علي لا يعلم علم الغيب بهذا الجزئية. بس صديقي علاء، هو الوحي بينزل بس على الأنبياء، ما بينزل على الصحابة، ما بينزل على... أنا بالله عليكم يا إخوان، هاي عقول. أنا قلت علي تعلم من جبرائيل، لو قلت تعلم من رسول الله. بغض النظر، الوحي إن شاء الله بينزل عن طريق يعني ما قلت لك ننزل على علي. ما حكيت، وانا كمان ما حكيت لك انه عن طريق جبرائيل. شنو دخل تقول لرسول؟ شنو قلت؟ بس واحد ممكن انا وصلت لك اياها غلط. الوحي لا ياتي الا على الانبياء، بغض النظر عن اي طريقنا. واحنا ما عندنا مشكله. يلا الان راح اسقط لك هم هاي الجزئيه. شوف الشيعي باعوا ايش قد قوي، كبروا ايش قد ما يفتروا وياي الطيب. يلا نثبت ان الوحي لا ينزل فقط على الانبياء، صحيح؟ طبعا صحيح. مريم العذراء ليش الله ودى لها وحي؟ بأي ناحية، بأي موضوع؟ وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لماذا أرسل لها وحي؟ أول شيء سيدتنا مريم هي بتكون أم نبي. إيه مو نبي، أنت قلت بس للنبي. إيه ماشي، بس هي أم نبي، وبعدين قصتها مختلفة مريم العذراء، لأنه هي الناس طعنوا فيها لما جابت سيدنا عيسى. يعني مريم العذراء نبية لو غير نبية؟ لا طبعا غير نبي، بس أم نبي، يعني هي أفضل من النبي اللي هو عيسى. أفضل من عيسى؟ طبعا أمه هي أفضل من عيسى؟ أمه. منو النبي على الآخر؟ أمه. عيسى. أمه. أيوة. مين أفضل، أنت ولا أمك؟ الله يحفظ لك إياها طبعا. جيد. أنا راح أساعدك. اهدأ شوي. رسول الله محمد نبي لو مو نبي؟ نبي، بس أمه ما ماتت. أنا عارف وين راح تروح. أمه ماتت. أمه من أهل
النار. ها عبيه مو مثبت يعني، بس انه ايوه. اذا على قرينه الام فام النبي محمد في كتبك من اهل النار. مو هسه مو مثبت انه من اهل النار، بس الرسول لا مثبته. لا مثبته. لا مثبته. لا خل مثبته. كمل. لا مثبته. لا مو مثبته. بس خل كمل. بس خل كمل. بس مثبته هي. هو الله رفض انه الرسول يبكي على امه ويدعي لها، بس مش مثبت انا مالي. لا بس لا تغير الموضوع. احنا قاعد نتكلم، بس انت قدست مريم وجعلت لها افضل من عيسى لانها ام نبي. القرينه تقول والدلاله ام نبي. لماذا ام النبي في كتبك بحديث صحيح في مسلم انها في النار ام النبي محمد؟ لانها لا ما شهدت وحدانيه. اذا في كتبك ماكو فائده للامومه، ما بها فائده. اذا المحدد لذلك ليس الامومه، بل المحدد لذلك التقوى. بس ام النبي عيسى ذكرت في القران، ويعني كان يعني ما عندنا مشكله، ما قلنا ما ذكرت في القران. زين، راح اعطيك بعد وحده اقوى. منو الافضل، نبي الله موسى لو امه؟ الصراحه ما بعرف مين امه والله الصراحه، يعني ما بعرف اذا مسلمه ولا كافر والله. ليش نبي الله موسى افضل من باقي الانبياء الاخرين من اولي العزم. لان والله ما بعرف من امه ماتت مسلم ولا كافر، عشان هيك ما بقدر اجاوبك. اعتبرها مسلمه ماتت. يلا، منو الافضل، موسى لو امه؟ هسا اذا هذا السؤال سالته للنبي موسى راح يقول لك امي افضل. لا، جاي اسالك انا. عوف موسى نايم بقبره. جاي اسالك انا، منو الافضل، موسى او امه؟ ما بعرف اذا ماتت مسلم ولا كافر، والله ما بعرف. وهي ماتت مسلمه، والعباس ماتت مسلمه، والحسين. جاوب، منو الافضل، موسى لو امه؟ لا، امه افضل طبعا. موسى افضل؟ مو بالدين بس، بالنسبه له وبالنسبه لا كأم افضل. حتى بالنسبه له جاي يحكي في الدين، في المقام عند الله. موسى افضل من باقي الانبياء من اولي العزم يعتبر. منو الافضل في الدين وفي التقوى، موسى لو امه؟ في هاي الحاله موسى، بس ام مريم هي كانت مقدسه الصراحه يعني. عوف مريم اعيد. عوف مريم، لا تلفوا وتدور. انا ما احب الف وياك. موسى، سيدنا موسى أعيد. يلا، بما موسى افضل من امه، لماذا الله اوحى الى ام موسى؟ رجعنا. بس انت بتلخبط هون حالات وحالات يا صديقي. بس بالبدايه كان انه الله اوحى الى مريم لان مريم افضل من عيسى، مشيناها اليه. زين، منو الافضل، موسى لو امه؟ لا موسى. ليش الله اوحى لام موسى؟ مال مريم قال افضل. طبعا هو كذب هذا، بس يعني البكري نسايس نقطع عقله. ليش نقطع عقله؟ نريد نخلي كل الدرابين اللي يجون بيها خلي العالم تضحك عليها. يا دربونه يلف بيها الف وياه، ما اقفل على نقطه، ما يخالف اروح. ليش؟ يعني مسلح. هامونا سيدي يا موسى بن عمران، يا يوزر زيف، مسلح بالمعلومات. فالبكري من يا زاويه يطلع اطلع وياه. اريد ليش؟ اريد الدنيا تضحك، اريد العالم كله يضحك على هذه نتانه العقول. ولكم نبي مرسل، ولكم صاحب رساله، الله وداه وياه كتاب سماوي. يقول لي مريم افضل من عيسى. هو منو النبي على الاخر؟ مريم على عيسى نبي لو عيسى نبي على مريم؟ ها؟ منو الافضل على الاخر؟ منو الحجه على الاخر؟ مريم حجه على عيسى لو عيسى حجه على مريم؟ بالله عليكم، شنو هذه العقول؟ منو الحجه على الاخر؟ هو عيسى حجه على مريم وجيها في الدنيا وفي الاخره، يعني حتى امه تتخذه وجيها. ما بهذا خلاف الموضوع اصلا، زحمه نسولف فيه امام العالم ونشرح به. بس مشكله البكري بكري، ما مشكله قافل.